السلام عليكم. من الجزائر إلى قلب باب سويقة، لاعب بيروح مقاتل، لاعب بيروح محارب، وأهداف تشعل المدرجات. كسيلة بوعالية، هل نحن أمام نسخة جديدة من يوسف البليلي ولا مجرد اسم يمر على الحديقة باء؟ خليك معنا لأنه القصة هذه تستاهل أنك تسمعها للآخر. الترجي الرياضي التونسي، نادي الألقاب، نادي الضغط، ونادي الجماهير اللي ما ترحمش. الوافد جديد كسيلة بوعالية، لاعب ما دخلش الترجي باش يتفرج، دخل باش يفرض شخصيته من أول لمسة. ثقة، جرأة، وعقلية لاعب يعرف قيمة القميص اللي يلبسه وقيمة نادي باب السويقة. أول ما تشوف بوعالية يلعب تحس بحاجة مألوفة، كأنك شفتها من قبل، مش في الشكل ولكن في جرأة المراوغة، في الثقة تحت الضغط. لاعب يحب الكرة وتحب الكرة وتمشي معاه، كما بدأ يوسف البليلي بنفس الروح وبنفس الحدة والجرأة وبنفس الرغبة في صنع الفارق. بسويقة ما تعشقش اللاعب البارد، تعشق اللاعب اللي يقاتل، يضغط ويحتفل من القلب، يلعب وكأنه كل كرة هي الأخرى. تشوفه يجري، يتدخل، يعيط ويتحمس، وهذا بالضبط اللي بفضله تنجم تربح قلوب جماهير الترجي. بوعالية مش لاعب استعراض فقط، هو لاعب فعال، أهداف عالمية، وكنت شفتوا آخر هدف في تنزانيا. تسديدات جريئة وتمركز ذكي بين الخطوط، يعرف متى يمرر، وقتاش يسدد، ووقتاش يتحمل المسؤولية. لاعب كان عطيته مترو يخلق الأخطر. النجاح في الترجي مش سهل، مريول الترجي ثقيل والضغط كبير، ضغط جماهير الترجي الرياضي التونسي الوفية لألوانه، لكن اللي ينجح هو اللاعب اللي يتحمل مش اللي يهرب. بوعالية يملك أهم حاجة وهي الشخصية، وإذا واصل بنفس الروح ومع دعم الجماهير قادرين أن نشوفوا قصة نجاح حقيقية مع الأحمر والأصفر. جماهير الترجي باب سويقة تصنع النجوم، واللاعب هذا يحتاج دعمكم من أول دقيقة إلى آخرها. التشجيع يصنع الفارق، والثقة تصنع اللاعب. ويبدو أنه الرسالة وصلت مبكرا، والآن السؤال لكم: هل تتوقعوا أنه يكون كسيلة بوعالية صفقة الموسم، ولا المقارنة مع البليلي سابقة لأوانها؟ اكتب رأيك في التعليقات، اعمل لايك وفعل الجرس باش توصلك كل أخبار الترجي أول بأول. القادم أقوى.